بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. في زمن السرعة بقى مصطلح الإيجابية بيتكرر كتير جدا وفي كل مكان، وبقى منتشر بشكل كبير جدا. بنسمعه بقى في كورسات، في دورات، بنشوفه في بوستات، في فيديوهات للتحفيز اللي بتديك طاقة ويعني روح معنوية عالية. بس ساعات بيتقدم بشكل غلط. ازاي؟ بيتقدم بشكل سطحي جدا، كأنه معناه ان انت ابتسم للحياة كده دايما واطلع مبتسم وان شاء الله كل حاجة تبقى زي الفل. احنا ما بنقولش حاجة عن الابتسامة، تبسمك في وجه اخيك صدقة، ولكن هي وماذا بعد الابتسامة؟ فهم بيصدروا صورة مجرد شكلها حلو وكلامها حلو وتمام، لكن مفيش فعل. هو بيديك بعض الجمل، لكن هي بيكون جواها ضغط عليك وتزييف عليك. طب بمعنى ايه؟ بمعنى ان قانون الجذب اللي بيقول فكر علشان يحصل، اللي احنا اتكلمنا عنه في الحلقة السابقة، وقانون اللي المفروض الناس تفهمه بقى وتوعاه وتبقى واعية للي بيتقال، ان في قانون لا اسمه قانون الجهد، مش قانون الجذب. لا، قانون الجذب بيتكلم عن فكر عشان يحصل، لكن احنا بنتكلم عن قانون الجهد اللي بيقول اسعى وتحرك واترك النتيجة على رب العالمين. لان التفكير الايجابي الحقيقي مش انك تتخيل وتستنى وتفكر وقاعد مستني الحاجة تجيلك لحد عندك، لا، لكن ان انت تفكر بعقل. العقل ده يكون عقل واعي متفائل مثقف، وتشتغل بقلب مؤمن، بمعنى ان قلبك يكون مؤمن ان انا هاخد بالاسباب وعندي يقين في رب العالمين انه هيكرمني وانه هيوفقني رغم الصعوبات اللي ممكن اتعرض ليها. وهنا بيجي مفهوم مهم جدا جدا عن الإيجابية السامة. يعني إيه الإيجابية السامة؟ الإيجابية السامة دي اللي بتخلي الناس ترفض مشاعرها وتكبت حزنها وتعيش دور أنا تمام، أنا زي الفل، أنا مفيهاش أي حاجة، أنا يعني كل أموري تمام، في حين إنها مش تمام، مش زي الفل، وهي حزينة ومتضايقة جدا وبتضغط على نفسها ضغط كبير جدا علشان تنكر الألم. وده اللي بيسموه عندهم الإيجابية الواعية، لكن هو مش إيجابية واعية، ده إيجابية سامة. إنك في وضع معين وعايزك ترفضه، بتشعر بحزن وعايزك ترفضه، بتشعر بألم شديد ومش عايزك تصرح عنه علشان تكون إيجابي. إزاي؟ ما أنا كده هفضل أضغط على نفسي لحد ما يجيلي كبت لحد ما هنفجر. لكن احنا محتاجين ان احنا نفهم ونتعلم ونقوم من تاني في اي لحظة اصبنا فيها باخفاق او حزن او الم. علميا علم النفس الايجابي بيقول ان التفكير الايجابي مش تجاهل الواقع زي ما هم عايزين يفهمونا، لكن انك تشوف الجانب الممكن في كل ازمة وتتعامل مع المشكلة بعقل متزن وواعي ومثقف، بدل ما تسيبها تكبر جواك. هتفضل تكبتها جواك، هتكبر وهتنفجر، والآثار المترتبة بعد كده هتكون كبيرة جدا. إسلامنا علمنا التوازن في المشاعر، نوازن ما بين مشاعرنا وما بين سلوكياتنا. علمنا ازاي ان احنا نفرح، وعلمنا برضو ان احنا نحزن، لكن من غير ما نفقد الأمل ومن غير ما نخلي الحزن يسيطر علينا بطريقة تخلينا نتقاعس عن طاعتنا وعبادتنا وعن أمور دنيانا. حتى الفرح كمان في الإسلام له أداب، وإزاي إن احنا ما نخليش الفرح يطلعنا عن أداب معينة وطريقة تعامل معينة. النهاردة في حلقتنا بإذن الله تعالى الجزء العملي بقى هنتكلم عن خطوات بسيطة، ولكن الخطوات دي هتخليك تبني إيجابية حقيقية مش مزيفة، مش معتمدة على حبة عبارات وجمل وحاجات على السوشيال ميديا وبعض الكورسات الواهية أو الدورات اللي بتبيع الوهم للناس. إزاي تفرق بين الطمأنينة اللي جاية من وعي وإيمان وبين الابتسامة الإجبارية اللي انت بترسمها بشكل مزيف، بتلبسها علشان تهرب من الواقع. هنعرف كل التفاصيل دي مع ضيفتنا اللي مشرفانا الأستاذة أمال عبد القادر جوهر، ماجستير في التعليم ومتخصصة في تطوير الذات واللايف كوتش. السلام عليكم وأهلا ومرحبا يا أستاذة أمال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك أستاذة ندى وبمتابعاتك الكرام. أهلا ومرحبا بحضرتك.
موضوعنا استكمالا لما بدأناه في الحلقة السابقة، وقانون الجذب وبيع بيع الوهم للناس ببعض الجمل والمصطلحات التحفيزية، ولكن مفيش خطوات عملية إن هم يقدروا يسعوا على اللي بيتمنوه علشان يتحقق. النهاردة هنتكلم من قانون الجذب لقانون الجهد. أنا مش هجذب الحاجة ليا، لأ، أنا عايزة قانون الجهد، جهدي أنا، سعي أنا، أخدي بالأسباب. خلينا نتكلم عن الفكرة، الفرق بقى ما بين قانون الجذب وقانون الجهد، وعلاقتهم إيه بالتفكير الإيجابي. جميل. حضرتك ذكرتي الإيجابية السامة والإيجابية الفعالة وما إلى ذلك. فسبحان الله لما نقول إيجابية مو معناها أنه أجبر نفسي على الابتسام وطمأنة الآخرين وأنا ترى بخير وأنا كويسة. لا، إحنا حتى في علم النفس مطالبين بأنه نعبر عن مشاعرنا ونعطي كل شعور حقه، وقته ومساحته، ونعبر عنه بالطريقة اللي تناسبه. إذا أنا في مرحلة حزن بسبب فقد، بسبب مشكلة حاصلة معايا، بسبب أزمة نفسية صحية وإيش ما كانت، فأنا لازم أعيش المرحلة هذه بكامل تفاصيلها. يعني ما يصير إنه يعني أطلع منها، أو إنه فجأة أقرر إنه أنا لازم أكون إيجابية عشان يومي يطلع، يومي يكون حلو، عشان الناس اللي حواليا تشوفني حلوة ولطيفة، وأعمل كل الرتوش اللي أقدر أعملها حتى أبان شخصية إيجابية قوية جذابة. بالضبط. هذه هنا اسمها إيجابية السامة. يعني أنا قاعدة أسمم نفسي، قاعدة أسمم أفكاري، قاعدة أسمم مشاعري، ما قاعدة أديها حقها، ما قاعدة آجي على نفسي بشويش، ما قاعدة أطبطب عليها، لا، قاعدة أكبت. بالضبط. هذا الشيء حيضرني على المدى البعيد. هنفجر. أنا عمالة بكبت في نفسي وهنفجر في الآخر. أكيد حيضرني، حنفجر في شيء ما، في مكان ما، على شخص ما، قد لا يكون له أي يعني لا يكون له يد في. هي جت فيه بقى، هو كان زي ما بعض الناس بتقول، لا هو جت فيه، لكن هو أنا عندي آثار مترتبة سيئة جدا، آثار نفسية وآثار صحية وآثار عضوية، فالأمر مش سهل أبدا ولا بسيط أبدا. صح. التفكير الإيجابي يصبح قوة عندما يترجم إلى سلوك. يعني لا، يعني سلوك اللي هو خلاص حصلت المشكلة، حصلت المصيبة، أنا حزينة، أنا ضعيفة الآن وما إلى ذلك. سلوكي الآن إيش اللي المفروض يصير؟ مو إني أغلف هذا المشاعر بشكل إيجابي اللي هو التبسم والجمال وما، لا، أشتغل على نفسي، أشتغل على المشكلة اللي حاصلة معايا، أحاول أجد الحلول، أحاول أفضفض، أحاول أفرغ المشاعر السلبية، أحاول يعني إني أشتغل بسلوك. يعني ده المقصود به، هو ده قانون الجهد بقى. أيوة، هنا دحين يجي على قانون الجهد. ليش؟ لأنه لما أكون قاعدة أقول لا، أنا الشخصية إيجابية، سأجذب كل الإيجابية في الحياة، سأجذب الأشخاص الإيجابيين فقط، أنا من غير ما أعمل شيء، لمجرد إني بس أحط ابتسامة جميلة، أطلع بشكل جميل، من غير ما أشتغل على المهارات، من غير ما أشتغل على سلوكياتي مع الآخرين، تعاملي مع الآخرين، من غير ما أعمل مثلا شيء يعني شيء يستمر معايا، عمل يعني فعل أعمله في نفسي يستمر معايا، من غير ما أخذ بالأسباب. ما أنا عشان أقدر أوصل لمرحلة قانون الجهد اللي قاعدين نتكلم عنه، علي أن أخذ بالسنن الكونية اللي الله سبحانه وتعالى وضعها في الكون، اللي هي الأخذ بالأسباب، السعي، التوكل على الله، الدعاء، هذه الأمور كلها مع بعض، من غير ما نسقط واحد أو نقدم آخر أو نأخر شيء آخر، كلها على بعض.
كيف ما كانت اشتغلي على نفسك وركزي عليها. طيب تمام. لو عملتي هذه الأمور فأنت هنا طلعتي من قانون الجذب اللي يدعو إلى الاسترخاء والتأمل فقط من غير العمل. بالعكس تمام. أنت الآن في الخانة الصحيحة. نعم. طب لو هندي تعريف بسيط من يعني كذا كلمة، تعريف بسيط للإيجابية السامة، ادينا تعريف بسيط له. جميل. الإيجابية السامة زي ما حكينا هي فرض الإيجابية كواجب دائم وإنكار أي مشاعر سلبية. يعني أنا أفرض على نفسي إني لازم أكون إيجابية خلاص. يعني طب أنا ممكن أكون مريضة، أكون تعبانة، يكون في شيء شاغل بالي، يكون في مشكلة حاصلة في مكان ما، أنا متأثرة. زي مثلا أي أزمة تحصل في الأمة الإسلامية أتأثر كوني فرد من أفراد الأمة الإسلامية. أنا غير مطالبة بإني أكون إيجابية حتى مع المشاكل اللي قاعد تحصل مثلا في بلدان أخرى، في دول أخرى، مع أشخاص آخرين لا يمتون لي بصلة قرابة، أو لمجرد الإحساس بالإنسانية وبالأخوة الإسلامية، فأنا حأكون متأثر. فهنا لما أجي يعني أجبر نفسي على الإيجابية، إنه لازم أكون إيجابية عشان الأمور كلها تزبط، عشان اللي حواليا يكونوا مبسوطين، عشان أنا أكون مبسوطة. فهنا أنا باجي على نفسي كثير، وهو هذا اللي أنا اتضحت الصورة يا أستاذة أمال. تمام. طيب في ناس بتقول إحنا ما بنبقاش عارفين إن الفكرة اللي بتتقال دي في التنمية البشرية أو اللي بنسمعها فكرة هي فعلا صحيحة، ولا هي فكرة دخيلة، ولا هي فكرة غلط، ولا هي فكرة ضد الشرع والدين أصلا. إزاي يميزوا الناس، تميز ما بين الأفكار الصحيحة في التنمية البشرية والأفكار الدخيلة؟ لأن مش كل اللي بيتقال برضه في التنمية البشرية كله خطأ، بالعكس ده في حاجات كتير بتساعد ناس إن هي تقوم من جديد، وبيدولهم خطوات عملية علشان نكون منصفين. إحنا مش ضد التنمية البشرية بالكلية زي ما قلت قبل كده، لكن ضد الأفكار الخاطئة الدخيلة فيها. إزاي نميز ونشوف الفرق؟ جميل، جميل جدا هذا السؤال. طبعا المختصين والمبحرين في هذا المجال الموضوع سهل بالنسبة لهم، لأنه في أمور بتعمل alert، يعني بتعمل زي إشعار أو إنذار. عامة الشعب بيخلط عليهم الأمر، لأنه ما في وعي كافي، ما في إدراك، فما في قراءة، ما قرأنا كتب، ما حضرنا محاضرات علمية، محاضرات دينية تشرح هذه الأمور. فبالتالي أنا حأكون عرضة لأي معلومة تجيني ما هي مفلترة. شايفة يعني ما حكون عرضة للمعلومة هذه وحصدقها وحمشي وراها. بالزبط. إيش نقدر نعمل؟ أبسط شيء إنه نشوف هل هذه الأمور فيها سعي، يعني فيها عمل، فيها جهد، فيها مجاهدة نفس. هذه الأمور ونتذكر سبحان الله، نتذكر السيرة النبوية، نتذكر الرسول صلى الله عليه وسلم كيف عاش الألم والحزن، عاش فقد أبنائه، جميع أبنائه إلا فاطمة رضي الله عنها، فاطمة الزهراء، جميع أبنائه فقدهم، وزوجته فقدها كلها يعني، وأعمامه. فما بالك يعني هو عاش الفقد كاملا، سواء من أصحابه رضوان الله عليهم، أو من أبنائه، أو من زوجته، أقاربه. بالضبط. وعاش الألم كله، وعاش اليتم. طيب. وعاش يعني كل وعاش الأمور اللي يعني ممكن تحصل في بيت واحد، لا هي اجتمعت عليه على الرسول صلى الله عليه وسلم. فبالتالي نشوف كيف تصرف الرسول صلى الله عليه وسلم، إيش الأشياء اللي عملها. توكل على الله، قام الليل، التزم بالأدعية، صبر واحتسب. صحيح دمعت عيون، صحيح تأثر، صحيح تألم. يعني حتى في قصة وحشي رضي الله عنه لما جاء أسلم، كيف إنه الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا تقبل الإسلام وتقبل توبته وما إلى ذلك، لكن كان يعز عليه إنه يشوفه على طول الوقت قدامه. فطلب منه، قال له بس لو تبعد مني. أيوة. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم إيش عمل؟ قتل أعز الناس على قلبه، أعز الناس، حمزة أسد الله سبحان الله يعني، فرضوان الله عليهم جميعا. فلما تيجي تشوفي هذه الأمور وتقرأي في السيرة النبوية تعيشيها، قدوة. الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة لنا، كيف تعامل مع الآخرين. هنا ما يعني
ما تعامل بإيجابية. خلاص أسلم وحشي، يلا أخذه بالحضن، أيوه، أغصب نفسي أني أكون بالضبط، شخصية آه، إيجابية. هي مشاعر فهنا إنسانية. مشاعر إنسانية تاخذ حقها وتاخذ وقتها، وأعبر عنها بالطريقة المناسبة، من إمم، غير تجريح للآخرين، ومن غير ما آجي على نفسي أو تمام، أظلمها. تمام. نعم. طَب أستاذة آمال، رَد حضرتِك إيه على بعض الناس اللي بيتكلموا على قانون الجذب، بيقولوا لأ، ده قانون الجذب ذُكر في القرآن الكريم؟ سبحان الله. نقول لهم يلا جيبوا لنا الآية. إمم، اشرحوا لنا، جيبوا لي تفسير معتمد من التفاسير من أساتذتنا ومشايخنا الكبار يشرح آه، إنه هذا هو قانون الجذب. إمم، لأنه دائما حتلاقي الأشخاص اللي بيعملوا زي كده يحوروا ويدوروا ويلفوا ويعملوا ويفسروا على كيفهم، إمم، وتلاقيه يجيب لك الآية ويقول لك هي هنا يقصد كذا، الله سبحانه وتعالى يقصد كذا، آه، آه، وتلاقيهم في نفس الوقت بينكروا صحيح البخاري بالذات مشكلة معاهم، وبينكروا بعض الأحاديث، بيستنكروا يعني بعض إمم، الأمور التي حدثت أيوه، ومعروفة في السيرة آه، النبوية. إمم، فهنا من هذا النقطة أجي أقدر نرد عليهم ونقول بكل بساطة طالما لم يرد في القرآن، لم نص يثبت صريح عن في الرسول القرآن صلى الله عليه الكريم والسنة وسلم النبوية، إمم، والصحابة، إذن فما هو يعني شيء يعتمد عليه. تمام، بس طيب، نيجي على نقطة، مو إمم، معنى إنه كل أمورنا في الحياة، لأنه هنا في برضو بعض الناس تيجي تقول لك أنا ما أقدر أضمن مثلا المجال، أي مجال كان، لأنه إمم، لم يعمل به الصحابة أو لم يعمل به الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب عليه الصلاة الرسول صلى الله عليه والسلام، وسلم حتى يعني ما هو موجود الآن في هذا الزمن، فما ركب السيارة، ما طلعت طيارة. مو معناها إنه اللي عمل مثلا، اللي صنع السيارة أو اخترع الطيارة أو عمل كذا غير مسلم، أو لا يتبع السنة أو لا يتبع الدين الإسلامي، فبالتالي أنا ما حأمشي وراه، ما إمم، حأسمع كلامه. لا، إمم، يعني نعقلها، يعني نشوف بالضبط. وين الصح، إمم. إيش المنطق، إيش بيقول، ونمشي عليه. لأنه طيب حصل هذا الجدل على فكرة، يعني ما هو طبعًا ده جدل كبير جدًا واتكلموا عنه إنه بعض الناس تلوي عنق بعض الآيات علشان تقول إن ده بيتكلم عن قانون الجذب، طبعًا ده يعني هياخد وقت طويل في شرحه، ولكن خلّينا نختم مع حضرتك برسالة، عايزة رسالة جميلة منِّك بتوجهيها للنساء والفتيات اللي مهتمين بالتطوير الذاتي، تقولي لهم إيه؟ أقول لهم يا مرحبا بكم، يعني أجمل شيء إنه نكون مهتمين بالتطوير الذاتي والتنمية البشرية، نكون مهتمين بأن إحنا نطور أنفسنا، نحسن من مهاراتنا، ننمي قدراتنا، نهتم بصحتنا، نهتم لما الوحدة لما تهتم بنفسها حتهتم بالآخرين بشكل أفضل، حتكون قدوة لأبنائها في البيت، حتكون قدوة لقريناتها، لصحباتها، لقريباتها، للبنات الصغار اللي عندها في العائلة. فبالتالي الاهتمام بالتنمية البشرية وتطوير الذات مهم جدا وجميل جدا، وبحر إمم، يعني ما شاء الله، بحر من العلوم. أكيد. لو دخلتيه حتستمتعي فيه، لكن تنتبهي من الأشياء أو المحاذير اللي تكلمنا عنها في الحلقة هذه وفي الحلقة اللي فاتت. إمم. إنه تلتزمي طبعا بالأمور الشرعية، ما تطلعي منها، وربنا حيوفقك إن شاء الله، واستخيري في كل أمورك. بإذن الله تعالى. باشكر حضرتك في النهاية الأستاذة آمال عبد القادر جوهر، ماجستير في التعليم ومتخصصة في تطوير الذات واللايف كوتش، على وجودِك معانا شرفتينا، وأكيد أفدتينا كتير جدًا. في النهاية التنمية الحقيقية عمرها ما كانت إنك تفكر لحد ما الحاجة تحصل أو الحاجة تيجي لك لحد عندك، لكن إنك تشتغل، تسعى، تؤمن إن ربنا سبحانه وتعالى وحده اللي بإيديه النتائج، وهو اللي هيعينك وهيقويك. الإيجابية مش إنكار ما تشعر بيه، الإيجابية المفروض إن هي بداية لوعي وثقافة، وكمان وعي جديد للأمور اللي انت بتمر بيها، يكون عندك مرونة لو مريت بأي إخفاق أو فشل، تقدر تقوم وتقف على رجلك من تاني
وتحاول وتبدأ من جديد. مش معناها ان انت تفضل تضغط على نفسك وتكبتي مشاعرك لحد ما يحصل انفجار. الانفجار ده هيتولد عنه ان انت ممكن تخسري حد، ممكن تخسري صحتك ونفسيتك. طيب ليه؟ واحنا الله سبحانه وتعالى امرنا ان احنا ناخد بالاسباب وندعوه ونسعى، وبإذن الله النتيجة على رب العالمين. ندعو الله سبحانه وتعالى بالتوفيق والسداد والنجاح لنا ولكم جميعا يا رب العالمين. انتهت حلقة قوارير اليوم، وإلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.